تخيل ان في ثانيه واحده مدينه كامله تختفي من على وش الارض، كره نار حرتها اكبر من الشمس نفسها، وانفجار رج العالم كله. والسؤال الكبير هنا، ايه اللي حصل في شهر 8 سنه 45 وازاي مصير الكوكب اتغير بعدها؟ 6/8/1945 مدينه هيروشيما بتتحول لنار في لحظه، وبعدها ب3 ايام ناجازاكي نفس المصير، دخان ونار والمدينه بقت كوم رماد. ايه اللي حصل وازاي قنبله واحده بس قدرت تمحي مدينه كامله؟ القنبله النوويه مش مجرد قنبله عاديه، ده وحش اتبنى على فكره الانشطار النووي. يعني ايه انشطار نووي؟ ورقه وقلم واكتبوا ورايا ست الكل. هنجيب ذره يورانيوم او بليتونيوم اللي تلاقيه ونمسك السطور وهوب نقسمها نصين، والتبسيط المخل ده احنا كده عملنا قنبله نوويه هنطلع منها شويه طاقه. الطاقه دي بتساوي تقريبا انفجار 13,000 طن من التي ان تي في جزء من الثانيه. هيروشيما مثلا في لحظه واحده مات اكتر من 70,000 بني ادم، والعدد وصل ل 140,000 في الشهور اللي بعدها. الموجه الانفجاريه دمرت المباني لحد مسافه 3 كيلو، والحراره وصلت 4000 درجه مئويه، يعني كفايه انها تسيح الحديد نفسه. لكن الرعب الحقيقي ما وقفش هنا. الاشعاع النووي بتطلع موجات غير مرئيه وهوب بتخترق الجسم وتدمر الخلايا، وناس كتير ماتت بعد ايام او اسابيع من متلازمه الاشعاع الحاد، والباقي عاش مع السرطان والتشوهات الجينيه اللي اتنقلت لاجيال بعدها. النهارده هيروشيما وناجازاكي بقوا مدن للحياه، لكن كل حجر فيهم شاهد على اكبر جريمه في التاريخ. القنبله النوويه مش مجرد سلاح، دي رساله ان العلم ممكن يبني وممكن يدمر، واللي يحدد هو احنا كبشر. وفي سؤال هنا، هل العالم اتعلم الدرس ولا القنبله دي كانت مجرد بدايه؟